السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كعك ترند. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية من غير لا سمنة ولا زبدة، ومكوناته موجودة في كل بيت. هتتصدموا من المكونات، سهلة جدا وبسيطة ومش غالية تماما. بس لو لسه مشتركتوش في القناة انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نص كوباية من السكر، كوباية ونص من الدقيق، نص كوباية زيت، ومعلقة بيكنج باودر وبيضة وفانيليا. بس هي دي المكونات بتاعتنا، مكونات سهلة خالص وهنعملها في البيت بكل سهولة. هننزل أول حاجة ببيضة، ننزل بيضة في الطبق بتاعنا اللي هنعجن فيه العجينة بتاعة الكعك. وبعد البيضة هننزل بنص كوباية السكر، وبعد كده هننزل بنص كوباية الزيت، وهننزل بمعلقة الفانيليا بعد نص كوباية الزيت. هنبقولك المكونات عشان نشوف احنا هننزل بايه الأول. وطبعا الدقيق والبيكنج باودر هنخليهم للآخر، تقريبا حوالي معلقة من الفانيليا. هندوب المكونات بتاعتنا دي مع بعضها كويس. أهم حاجة التقليب لغاية لما تدينا النتيجة المطلوبة اللي احنا عايزينها، اللي هو ميبقاش فيه أي سكر خالص متكتل معانا. وبعد كده هننزل بالدقيق. لو حابين تنزلوا بيه تدريجيا، يعني مثلا على مرتين ممكن تنزلوا بيه. لو على مرة بقى واحدة برضك عادي، مش صعبة، يعني العجنة بتاعت الكعكة مهيش صعبة، سهلة وبسيطة جدا. بعد كده هننزل بمعلقة البيكنج باودر وهنقلب كويس. عجن الكعكة يا جماعة مهوش صعب خالص، مهوش زي العجينة مثلا بتاعت البيتزا أو كده. عجنه سهل جدا، مبيحتاجش مننا وقت نهائي. تقريبا هياخد مننا حوالي دقيقتين تلاتة، ولو بإيد الواحد مش هياخد أكتر من دقيقة ونص أو حاجة، يعني مش هياخد كتير ولا حاجة. اللي هي تعتبر بس المكونات الجافة تتداخل مع المكونات السايلة وخلاص. شايف بقى ناعم معانا على طول، لأن في كمية زيت كبيرة، فيعني في ثانية على طول. هنقسم العجينة بتاعتنا على اتنين، هنخلي نص منها على جنب والنص التاني هنخليه في الطبق بتاع العجين بتاعي، وانزل عليه تقريبا بمعلقة كبيرة. اللي حابب يحط كاكاو يحط. انا بالنسبة لنا حبيت النسكويك اكتر من الكاكاو، واللي ما عندوش نسكويك في البيت ممكن يحط كاكاو. طبعا اقلبه كويس عشان يديني الشكل والقوام اللي انا محتاجه. لو حسينا يا جماعة ان احنا بعد ما حطينا المعلقة الكبيرة نسكويك او كاكاو العجينة بتاعتي نشفت معايا زيادة عن اللازم، ممكن احط لها معلقة من الحليب مثلا. وهنا الطاسة بتاعتي كده خلاص، العجينة بتاعتي جاهزة. الطاسة بتاعتي هحط لها رشة زيت كده وافرد فيها ورق من الزبدة، وبعد كده ابدأ اقرص العجينة بتاعتي او الكعك بتاعي. انا بالنسبة لي انا بحب الكعك كبير شوية، فانا هقرص الحاجة بتاعتي احجام كبيرة شوية. ولكن اللي انت حضراتكم شايفينه ده ممكن تعمل اتنين. ده الابيض، الكعك الابيض اللي انا عملته. وفي اللون التاني اللي عليه نسكويك، ده اللون الغامق اللي انا عملته، تقريبا اللون شبه لون القهوة كده او البني. اللي يحب كده يحب كده. وهوريكم ازاي هنشكل العجينة دي وهنطلع منها برضه شكل جميل وشكل ممتاز، يبقى في التقديم كويس لو عندي حد وحابب اقدمه له، او بالنسبة لي انا هيبقى شكله برضه كويس. والولاد طبعا في البيت هيحبوه جدا من شكله، كفاية بس شكله وطعمه من بره هيبقى مقرمش وجميل. هيبقى يعني تحفة، يعني ما شاء الله. مش مكلف تماما، يعني لا زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة. هنعمله مع بعض ازاي؟ نرسم عليه رسمة كويسة بأي حاجة عندنا في البيت، ممكن نرسم عليه. ممكن بشوكة، ممكن لو عندي مثلا كوباية فيها مثلا أي رسمة بارزة ممكن نشكل بيها. أي حاجة يا جماعة ممكن تشكلوا بيها. مش عايز أقول لكم يعني أي حاجة فوق ما تخيلوا، يعني حتى لو قشرت بطاطس نفسها ممكن نشكل بيها. وهنا هنساوي تقريبا زي اللي بنقرص كده حاجات صغيرة كده بحيث كله يطلع نفس الحجم. على فكرة حجم الواحدة من دي ممكن تعمل لها اتنين، بس أنا بفضل كعك كبير، بالنسبة لي أفضل. اللي حابب يصغر الحجم عن كده ممكن يصغره، مفيش فيها مشكلة. دي حاجة اختياري انتوا حرين فيها.
أنا هنا باحط على وشه السكر من برّه بحيث يطلع وشه مقرمش أكتر. هنا حاجة مقرشة زي اللي معايا ديّة، وهابدأ أرسم عليه كده زي ما تيجي معايا بقى 4، 5 على حسب، لإن الكعكة طبعًا بتاعتي لو أنتم ملاحظين عليها طبعًا التصوير جاي بعيد شوية عن الطاسة بتاعتي اللي هادخّل فيها في الفرن، فأنتِ تحسّي إن هي صغيرة بس هي في الحقيقة كبيرة، ولكن أنا بالنسبة لي كده أفضل يعني. أنتم حابين تصغّروها عن كده شوية ممكن تصغّروها. هنرسمها زي ما تيجي 4، 5 أشكال، وبعد ما نرسمها نولّع الفرن على درجة حرارة 120 تقريبًا حوالي 10 دقايق، نبقى حاطين عيننا عليها عشان ما تنشفش مننا أو تتحرق مننا، وهتطلع معانا حاجة تحفة خالص، وحاجة تنبهروا بيها. وطبعًا المكونات كانت بالنسبة لكم مفاجأة لأنها مش مكلفة خالص، وحاجة اقتصادية تمامًا، وحاجة شكلها وطعمها قمة الروعة. زي ما أنتم شايفين كده حاجة مش مكلفة خالص. على فكرة أنا الكعك ده باسويه برضك زيادة عن اللازم شوية، أنا باحبه كده مقرمش، وأحس إن هو مهري في بعضه، شايفين؟ هو المفروض في السوا أقل من كده شوية، لكن أنا بالنسبة لي أنا باحب أسويه كويس. أنتوا لو سويتوه أقل من كده برضك هيبقى مستوي كويس جدًا، لأنها كده بالنسبة لي يعتبر مستواه فوق اللازم. يعني وأنت بتكسره كده كأن بيقرمش يعني بصراحة يعني. يعني قبل ممكن أنتم تطلّعوه قبل ما أنا طلّعته كده مثلًا ب3 دقايق وهيبقى برضك مستوي كويس جدًا، بس هيبقى الوش بتاعه من فوق مش أحمر كده زي ما أنتم شايفينه، مبيض شوية بس هيبقى مستوي. طعمه جميل جدًا مع الشاي أو القهوة ممتاز.